بقول لهم مين ده؟ قال لهم ايه؟ كلمه هيسمع كلمه نعمل لك برومو انا قلت انه ده انت عارف كلمه بس شغل الثعابين. طيب يعني بس هو كلمه من الوصف، كلمه من الوصف. قال سموما حول ايه؟ حول عمرو موسى. امور شخصيه؟ لا 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 خالص. تقييمه السياسي ليه تقييم سلبي جدا، تقييم حتى لا يرضي الجمهور المصري. يعني احنا شفنا انه لديه غباء سياسي مثلا. شفنا عمرو موسى كيف قاد. انا بالمناسبه لا تربطني بعمرو موسى. نعم. طب ماذا قال عن غنيم؟ لكن انا عايز اقول لك انه هذا الرجل قاد باقتدار شديد لجنه الدستور نحو مرفئها الاخير بسلام شديد، وختم حياته المهنيه وسيظل جميله في عنق هذا الشعب مدى الحياه. طب ماذا قال عن غنيم؟ هيسمع. طب ما نحن عاوزين نسمع. لا ما هيسمع. كل تقييمه سلبي جدا جدا جدا. ده مش بس كده، ده الغريب جدا انهم كانوا بيطرحوا محمد غنيم رئيس توافقي. طب انت عايز تجيب لنا رئيس توافقي توصفه بالاوصاف دي؟ يعني زي الاخ النجار لما قال انه هنجيبه رئيس والله يسامحنا. انت عايز تجيب رئيس وربنا يسامحك عشان ايه؟ هي دي عزبة ابوك؟ هي دي تفاهنا العزب؟ هي دي كوالالمبور؟ دي جمهورية مصر العربية. بس النجار اعترف ان مصر تتعرض لمؤامرة امريكية في كبيرة. احدى ما هو ده اللي يجنك. في اتصال مع وائل غنيم قال له ما ده اللي يجنك لما هنعرض للناس هذا الاتصال. نعم. بين وائل غنيم وبين مصطفى النجار. مصطفى النجار يقول له ان مصر تتعرض لمؤامرة حقيقية والامريكان شاركنا فيها. بين قوسين كلمة انا يعني بيستخدموها الشباب الايام دي كتير جدا. الامريكان واحنا بنشارك يا وائل في المؤامرة دي. وائل رد عليه قال له ايه؟ هم غسلوا لك دماغك في الحتت اللي بتروحها. قال له لما اجي لك يا وائل والمعلومات تسمعها مني انت نفسك هتتخض. هو ما كانش واخد باله ان وائل مشارك في المسألة. وائل عنده كل المعلومات.